نصل إلى خبرنا الأخير، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من مساعدات زكاة الفطر نحو 10,000 أسرة فقيرة، وذلك ضمن مشروعات الحملة الرمضانية التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية خلال الشهر الفضيل تحت شعار حسناك من يمناك. وأكدت الجمعية بأنها انتهت من توزيع كافة مستحقات زكاة الفطر لهذا العام، حيث تم توزيع نحو 130 ألف فطرة زكاة من الأرز على الأسر الفقيرة من المسجلين بكشوف الجمعية. ويعد المشروع وسيلة ناجحة للتخفيف من معاناة المحتاجين ومد يد العون بالمكرمات للفئات الأشد ضعفا والأكثر فقرا، أملا في إدخال السرور على تلك الأسر التي تعاني ظروفا معيشية ضيقة تسلب بهجة العيد من وجوههم. وحرصت جمعية الشارقة الخيرية على توزيع مستحقات المشروع قبيل حلول عيد الفطر، وذلك تحقيقا للهدف من مشروعيته، حيث تم استقبال المستحقين في المقر الرئيسي واللجنة النسائية وكافة فروع الجمعية في الذيد وخرفكان وكلباء ودبا الحصن. وتم تشكيل لجنة خاصة تقوم بدراسة أحوال الأسر بدقة للوصول إلى الأسر الأكثر فقرا لتقديم المساعدات لهم.